ازاي توصل لاضعاف العملاء اللي انت بتبيع لهم في الوقت الحالي، وخصوصا لو انت كنت بتتعامل مع شركات الاعلان ومع شركات السوشيال ميديا. موضوع جدا بسيط، ان انت تبقى بتظهر كل حاجة في البيزنس بتاعك بس الحقيقي، ودايما تحاول تقلل اي حاجة فيك. لو انا عندي مثلا اونلاين ستور وانا بصور البرودكتس بتاعتي، فانا بصور البرودكتس بتاعتي على حقيقتها، مش اقعد فلتر جدا في الصورة واقعد ادخل ديزاينز كتير واقعد اعمل اديتنج كتير. الناس والكاستمرز محتاجين يشوفوا حقيقة الموضوع نفسه، هو ده اللي يخليهم ياخدوا قرار الشراء او قرار عدم الشراء. لكن ان انا اقعد ادخل كل حاجة اديت وكل حاجة تطلع فيها معمولة ببرفكشنزم، ده ما بيبقاش الحقيقي. الحقيقي ان انت تظهر اكتر حاجة منظمة عندك ومتوضبة عندك، وفي نفس الوقت البرودكت تظهره وهو بيتحرك وهو بيستخدم وهو في الكاستمر ريفيوز. ده كل ما يكون حقيقي كل ما يأثر اكتر في الكاستمر، وخصوصا الاونلاين ستورز والاونلاين بيزنس يبان لهم الواقع الحقيقي وفعلا يوصل. وهو ده لما استخدمناه في الاونلاين ستورز كتير جدا واستخدمناه في الاونلاين بيزنس كتير جدا، لقينا فرق في اضعاف المبيعات واضعاف الكاستمرز، لان ببساطه جدا الحاجه الحقيقيه بتوصل لريتش قوي جدا وانجيجمنت قوي جدا مع الكاستمر، وبالتالي بيقدروا ان هم لما تبدا تعمل كامبينز عليها وتبدا تعمل كونفرجن عليها، بتبدا ان انت فعلا تحقق بيها مبيعات متميزه. فكل ما انت بقيت حقيقي في المحتوى بتاعك، كل ما انت قدرت توصل للعميل بكل بساطه وبكل سهوله.